باهي سي طارق، يظهر لي انت قاعد تتفرج فينا وترى في الخلاف تقريبا خلاف هذايا اللي عنده برشا، واحتدت الازمه بين الجامعه والوزاره، وفي ظل هذا الكل ضاعت كره القدم التونسيه وضاع المنتخب التونسي لكره القدم. سي طارق والله يسمع فيه غريب هو في الاستوديو، شيء غريب من رئيس الجامعه اللي واحد ما تفرجش في الكوره ويجي جديد اليوم لتونس ويتفرج في البلاد يقول والله هذا رئيس الجامعه نابغه في كره القدم وحسن كره القدم وانسان ناجح وانسان معناتها قام بواجبه، وتسمع في الفلوس وتسمع في شنو وتسمع معناتها المغالطات، وهذه عودنا عليها لانه دائما في البلاتو يحاول يغالط يحاول انه يهرب من الحقيقه. والشيء الغريب المفروض انه انا في بقعته المفروض راني قدمت الاستقاله نتاعي بعد معناتها خيبه الامل، لانه السيد اليوم نشوف فيهم يقول لك تقيموا شنو؟ انتم في بعد كاس افريقيا ما قيمتوش، اليوم تحبوا تقيموا جبتوا مدرب ناحيه اقلتوا مدرب في المدرب الاخير اقلتوه سامي طرابلس. اليوم اقلتوا نبيل معلول، غدوه بتجيبوا مدرب اخر. هي وانتم شكون يقيمكم؟ انتم الناس اللي تخدموا في الجامعه شكون يقيمكم؟ من فشل الى فشل، والخوف انكم تعودتوا على الفشل، وهذا اخطر شيء. والاخطر انكم ناس، انا نقول بصراحه وانا نتكلم بتلقائيه، اخطر جامعه شفتها واخطر ناس شفتها في تاريخ كره القدم هو انتم، لانكم من المغالطه ما تستعرفوش بالفشل نتاعكم والاخطاء نتاعكم. اليوم تقيموا في زواوي شكون باش يقيم؟ وتقول على الفلوس، ما عندكش فلوس انا باش تعبث فيهم انت تعطي البريمات. كي تعطي انت البريمات جيتش سالت الوزير قداش باش تعطي؟ معناتها انا فلوس المال العام نعطيه لك باش انت تهزوا انت واللاعبين والمدربين نتاعك. انت جبت في مختار تليلي وتخلص فيه 3 ملايين على حساب شكون؟ لانه السيد هذا قاد لك الحمله الانتخابيه نتاعك ويسب في الوزير الكل، جبته على شنو؟ شنو الكفاءه نتاع مختار تليلي اللي لقاه مع المنتخب؟ 7 مدربين، شنو 7 مدربين؟ هذه فوضى، انت قيمت الفوضى تو في تونس. واليوم تقول تحبوا المشكله دائما للوزير، المره الاخرى المدرب الوزير، المره هذه نسمع فيكم شيء ذوق في البلاتو تقول الوزاره هي المسؤوله على الفشل نتاعكم. باهي سي طارق، انا الفرق بيني وبينك انا عندي الجرأه باش نقول فشل، لكن انت ما عندكش الجرأه رغم اسمك وديع الجريء، لكن لا وديع ولا جريء، ما عندكش الجرأه باش تقول انا فشلت ونقدم استقالتي وتحب تكمل 3 سنين اخرين. 3 سنين اخرين ما عندك شيء، راه ايش باش تلعب 3 سنين اخرين؟ ايش تعمل فيهم؟ كي انت برنامج نتاع سيزون عام ما تعرفيش وقتاش تبدا، ما تعرفيش وقتاش تنتهي، كيفاش تحب تقيم؟ انت ما تنجمش تكون حتى رئيس نتاع جمعيه صغيره. سي طارق بصراحه نقول لك انا اليوم نقول لك كاخوك قدم استقالتك خير لك. سي طارق خاطر سي وديع قاعد يكتب تو باش يجاوبك، معناها ظهر لي زمن نصف ساعه اخرى. سي طارق فقط خليه يكتب الغدوه. لا فقط سؤال اخير سي طارق، اليوم الحلول. سامحني عاد على الفلوس، نحكيو على الفلوس. انا كي نعطيك طياره سبيسيال 270 مليون. ايوه نسمعوا فيك باش انت من بعد تركب اصحابك فيها وتوزع على الناس وتلهم معاك رؤساء جمعيات باش غدوه تلقاهم وباش غدوه تلقاهم في الانتخابات. ايش بيك 300 مليون يعطيناهم لكم في الكاس افريقيا، وشفتوا التحضيرات نتاعكم السيئه. يا سي طارق اسمعني نتاع اللاعبين وما عملت شيء وما قيمت شيء. ايش قيم شنو انت؟ شكون وانت شكون سي طارق؟ اليوم الظاهر حسب المشاهدين ما فهمنا الناس الكل اللي الازمه والخلاف اللي كان يحكي عليه سي وديع اشتد جدا. الازمه اشتدت. الحلول تو بالنسبه لكم انتم كسلطه اشراف، هل فما حلول جذريه؟ يعني المشاهد حقيقه سي طارق سأم مفدرة. انا عندي سامحني عندي 39 جامعه انا ازمه. في هذا السيد ما يجي للوزاره كان على الفلوس. انت كي تعطي بريمات للجوال ما تجي تقول لي قداش باش تعطي؟ تعطي على الشهر 30 مليون، تحب نعطيك انا فلوس المجموعه وفلوس المال العام باش نعطيو تبان لي حسره، لانك انت متعود بالعهد القديم وتربيت في العهد القديم. حتى انت تربيت فيه. تحب انا نكمل في الشيء هذا نتاع وزاره الخدمه، تجي نعطيك الفلوس وانت تمشيهم فيما لا يعني في البريمات. انت سافرت 12 مره
انت سيد سافرت 14 مره، مشيتش حمام ما شفتش المشاكل نتاعها، مشيت الستينيزيان شفتش المشاكل نتاعها، مشيتش للجنوب شفت الفراق الصغيره. يا سي طارق الجنوب بعد يا سي طارق انت ظهر لي كنت في ميدان الاعلام ويظهر لي تعرف اللي المشاهدين راهم الخلافات هذه الكل فدوا وسأموا منها، يعني بالنسبه لتوا فماشي حل جذري. ما عنديش خلاف، انا ما تعاملوش، ما عنديش خلاف، انا الخلافي مع الفشل. ايش شنو الحل؟ شنو الحل للفشل يا سي طارق؟ الفاشل يمشي على روحه ويستقيل اذا عنده جرأه. واضح. لكن هو نعرفه انسان متشبث، لانه في غدوه كان يخرج ما عادش يعرف واحد، هو مسكين يتعاوز بالبلاتو تاع التلفزيون، تعاوز بشويه هوايجات، يحب الهوايجات ويحب الوزاره تخلص له، والفشل نتاعو شكون يخلص له الفشل نتاعو؟ لازم انا نتدخل، مش لانه المشكله الكبيره انه نحب الوزاره تتدخل في الفلوس، ما تدخلوش في مشاكله. واضح سيد الوزير. خلينا نجاوب. واضح. معناتها البقره حلوب الوزاره. واضح سيد طارق. هذا كلام ماهوش لائق وماهوش نتاع. واضح سي طارق. صراحه واضح الموقف واضح سي طارق. شكرا لك على التدخل معنا، يعطيك الصحه. سي وديع اليوم